أستاذ محمد ناصر تفضل. شكرا أخ أمين والأخ منازل كراني. الأمسية كانت أمسية قيمة وأخذنا درس فيها كويس يعني. بس أنا سؤالي وتعقيبي يعني. سؤالي أنا بقول للشعب الإريتري من الأربعينات من الخمسينات كان مناذل كبير، وكان عارف شعب مناذل. لو الدول اللي في أفريقيا، في الدول لما يقول على الدول الثالثة لما كان في استعمار، نحن شعبنا كان عنده يعني يونيون مال بتاع مدرسين وكذا. كان شعبنا يعني متفتح وفاهم وكان ماشي كويس. بعدين 52 ورفضوا يعني إريتريا عشان تكون نصف في السودان نصف في إثيوبيا، وعرفوا القضية الإريترية ونادلوا من 1 سبتمبر لآخر 91 الحرية. أنا مستغرب يعني الشعب ده حصل لي إيه في النص يعني بعد 91 لحسه. يعني أنت قلت في الشعوب المجاورة في السودان الشعوب يعني لما يشوفوا قهر يعملوا ينادلوا ضد القهر. نحن في إريتريا حاولنا لما المناذل الشيخ الكبير شيخنا طه استشهدوا وناس وديهم في ناس بس ما ساعدوهم. ليش الشعب النخبة الأكثر ما وقفت مع الشعب المناذل؟ ايش الحسن؟ لو عرفت، لو عندك رد فيها إن شاء الله عرفت السؤال يعني. شكرا. نعم. محمد بتقرينيا ولا اوكي انا زبز الاخوت مجمريا نقدات سلام قبل مدلل يغني الناس زي كبر تقاد لا حولنا دم تخمنا تزرو ان تمرتن مسيت انه امسيو انا تحت انا كجر مني ترفن حزب إريتريا كبر بعثات حيزو حمسات املو افريقيا غنا ابارنت وين اب مجزاته خلوا حزب إريتريا لبيمون ترديون انكساس محبرات ناي مهران كينو ناي صراحة كانت كينو انكساس نيرو تريد ما إريتريا ما قالوا مسفتون أبيو عنسا خينو مسوران نيرتران بتبرلما خينو ولا ثورة حبسان حدنا مشي أبزو بشيحو كنا كرد أنا ذيك قال إذا كم زتق على سا حزبي فلوت تاريخه بهم سكندي مش وشديو مش استقالي شو كندي قال شتات حلف ناس ناس هرسس عن حدن هرناس حزبنا كم تنورو ماكسيمم خيدك على نسدو ما انتي كبرو كردانيك على انا شويه بكل جزء بزح دبل حسابي اتو انه مخنياتو استقال سايز انت خينو حجي دورمنت خينو مخنياتو لو كادو هون حاولنا تقادلاي شغلني لي. أستاذ محمد أجيب أنا؟ إيه يعني أحاول إن شاء الله. أنا أعتقد يعني هذه الحركات اللي قاعد نذكرها، يعني أنا من ضمن الأشياء اللي ذكرتها يعني لغة الخطاب، الكلمات اللي تصدر، التكوين. يعني الآن مثلا لو أخذنا يعني حركة الجيش بقيادة ود علي، مباشرة أول ما تحرك الدعاية اللي خرجت السياسة إن ديل يعني إسلاميين هم ومسلمين هم وكذا، يعني الهدف منها تحييد جزء من الشعب الإريتري عشان ما يتحرك. يعني الصورة ما كانت كاملة. أيضا المعلومات لم تصل للجماهير، يعني حتى الناس اللي كانوا في أسمرة ما كان عندهم علم بالحراك. أيضا في نفس الموضوع بتاع الشيخ محمد نور ومدى الضياء، يعني صنفت وجزء من الشعب الإريتري حيد، وليس يعني فقط خليك مسلمين ومسيحيين. ايضا في الطائفه، يعني الان البنطه لما يسجنوا وكذا، الكنائس الاخرى الاريتريه كانه هؤلاء خارجين عن الدين، وبالتالي هذا النظام قاعد يحمي الاديان الاريتريه والكنائس الاريتريه، وهؤلاء مخربين. هذا الوصف يخلي الجماهير ما تكون جمهور نفسي او رؤيه موحده او حراك جماعي، وهذا يحتاج الى زمن. في نفس الاتجاه ايضا نحن كمعارضه، عشان ما فاهمين هذه النفسيه وعشان ما عندنا اعلام، ما قادرين نوجه هذا الجمهور وبالتالي نجيب الفكره المقابله اللي ممكن من خلالها نحشد الجمهور. يعني يا اخوه حقيقه يعني نحن حتى الان لم نستطيع ان نخرج صوره من السجن.
في إريتريا من المعاناة اللي موجودة. لو نحن الآن استطعنا أن نخترق هذا السجون وكنا أخرجنا يعني بس صورة من هايل درع أو صورة من شريف أو صورة من أي أحد من الناس الموجودين، حتى الناس الموجودين متعاطفين من الجبهة الشعبية، أنت من خلال هذه الصور اللي قلنا هي اللي تكون المؤثرة ويكون عندها تأثير مباشر كنا نستطيع أن نحرك الساحة. علينا أن نفهم يعني كيف تتحرك نفسية الجمهور، لكن في النهاية هذه التراكمات في الأخير حتولد انفجار، والشعب الإريتري زيه وزي الشعوب الأخرى حيكسر حاجز الخوف، وبالتالي أيضا حينقلب على هذا النظام ويحقق مطالبه. يعني عندها نحتاج نحن أيضا نكون جاهزين نحقق له مطالبه الحقيقية ولا نتوه يعني مثل التيه اللي موجود في ليبيا وفي السودان وفي غيره. يعني نحن نكون جاهزين بحيث فعلا تكون عندنا رؤية وطنية نستلم الرسالة ونوجه الشعب إلى الوجهة الحقيقية. شكرا أستاذ محمد. تفضل قرماي. أي تخطاتلكون. طيب محمد ناصر إذا تابعت في الرد تقرينيا غير كاتب له. محمد ناصر بلح سراب بيلك. أنا كلام ببني رأي تخطاتلكون نسخلها إلي سوري. اوكي مو قرماي دحان كساب زخونا خالق تحاورنا ندلل لنا نزن حطوتات. اوكي دحان كاب حجيني اوكي كاتاتل. اوكي أنا بشكل مختصر اللي قاعد أقوله قرماي يعني نحن في الواقع يعني التحرك اللي كان لود علي مباشرة إسياف صنفوا إن ديل يعني كأنه مجاهدين هم مسلمين هم وكذا عشان يحيد مجموعة من الشعب الإريتري. أيضا مدرسة الضياء بنفس الطريقة يعني ده يعني فئة معينة هي شريحة معينة اللي قاعد تتحرك وبالتالي الشعب لم يستطيع أن يتحرك لأنه هو عنده أدوات وعارف هذه المسألة. وليس فقط مسلمين ومسيحيين حتى في داخل الطوائف يعني لما يسجنوا البنطة وكذا يوري الكنائس الأخرى إن هؤلاء خارجين عن الدين المسيحي وخارجين عن السياق العام وبالتالي لابد محاربتهم وسجنهم. الآخر يسكت. يعني نحن كمعارضة علينا أن نفهم هذه النفسية وبالتالي أيضا نوجه جمهورنا. وقلت أنا حقيقة لو استطعنا أن ندخل السجون الإريترية ونخرج صورة من شريف أو صورة من هايل درع أو من غيره كنا حنستطيع أن نؤثر ونحرك هذه الجماهير. وأيضا بعد تحريكها لابد أن نكون جاهزين ما نخليها تتوه زي ما التيه اللي موجود في دول الجوار. يعني في السودان رأينا ناس وصلت إلى الحكم وبعد كده ما استطاعت أن تحقق مطالب الجماهير وفي ليبيا وغيرها. يعني هو تي زقات أما نجار تي نايم سلام تكبارات نايم سلام تكبارات كاتي سرعة كل مسارحتات اللون تهزبي من اللوب يسخنون ياتو حتى زخانة يكون من قصاصات حد حبري زقاقون هم زنايب على ود علم قصاص تدارينا نوكا خاب كل شنخات متنبروا ما إسلام قصاصيو إسلامويانيوم نتمنقستيخ قلبت وده اليوم بزبل حجي أبزينة هزبي بتزلوا مسارحتات تتكلمون عن زينات الكالاتو يكون وين ستات الكالاتو يكون وين كال كلهم نزي بروباغندا خكايدو مزخلو زكار نتهزبي سلا بجوي حبريتان بجوي أجاباتن سلا زم حلال فلو كنكسر سايكلين مالتي زي حدا يدخل أي من الزار صوت راح زي يكون نزخونه يكون ولا يدخل أت كحد زخونه يكون هيمانوت قالن تدعى شجر كفتر له كوين تسمعوه إذا هيمانوت زي كاب هيمانوت وسعز قبر زلوا يو إلكا مسلمون ويبزعبوا زمتن وفران مكيادن يسدن نحنا أبزي نجزع رسو نزي تكبارات زي نزي مسارحتات وزي بتوم نستأسرو سبات تايوم أبيلو خمين تاي قبران للكخبز أو سينا كن كساس انت نخيل نجزع رسو نتيناتو ناي سلمن ناي مسارحتاتو كنسعرلو نخيل عقبات انت دا أجيرنات رحيناتي كنعودون خسلازيس كاب حجي نسو تخالق هزبي زين كساقف زلو بتي زكايدو زلو ناي مسلامن ناي زي سموم ناي مهابن كم زأمنون كم زأمنن حق خمس خونن غيرو كسروا زغلو مسارحتات زلو. اوكي شكرا قرماي. شكرا استاذ محمد كراني.
كابز قصيل عدلنا أستاذ تخلى ملكين كوبو. تفضل أستاذ تخلى. شكرا يا غني لي أمينو مجمريا سلام نهلكم عبد الجزاز لهم كالعي محمد كراني كمسجون وفتو بعزر زبالة بزح نطبتات تنكفلنا مالتي وينو قن آنتي مزعبة سوشيال سايكولوجي ناي حزبنا عينت سكتبخ الله بنالبات إذا زلوا كم قداميتي حتى تكون تخيلها إذا زلوا خناتات زبل عليه حزبنا زورد زلوا قفئي بإساس مالتيو أبتناتو أتحساسبا أبها قراونتو نعاونت انتاي كسعبالو يخيل كوين يسمع كاخ بالفتو تاخال أي تحتوي تا فتحيا نع أقداسيت نع دمانسا بزوانزي إذا تقاومتي زلنا سالسا وديو كيدو فتح كنول تراح كساب حجي زقبرنا وبزح يلن ولا كوا ببشان أخري كايد نتلو أي مودعتو يبس أحنان حجي قنسغا حانت فتح الكاز قربكا نيرا السودما حادي كاب كله زي تواسع بايتو بمفتار كنفتحوه كم نخيل نقدم انتقينا مستي أنصارتي صرعن وأبو ساون كنو كرتوينا مالتيو دحار أبتي تقرين ياخت سرقوم كاللوغن نتازل بايتو نمعبل ديو زبل زلو ولاس حدش بايتو خنفتر زبل نصر سلازي يكون اللي زي أخت نصر اللي ياتا خال أي تحتو نتي زلو بايتو نعو خعبتو نعسلو دياتا حتو تا ملسي ولا كله تراخيبسي حنت بايتو فتر كله زاتفلا يعني دي نصر اللي دما بس أنا كا غني لي شكرا أستاذ تخلى. قرماي ترجم مامو بغتا من سقاط محمد. طبعا أولا شكرا ذكرت نقاط كثيرة حول سيكولوجية الجماهير لكن ما يمارسه النظام أو نظام إساس على شعبنا من قهر زي أنت غيره يا تتانجر سريتانا زي تي حزبنا زوردو زلو وسعة أم أنت بسحوه دين حزبنا انتاي سايكولوجيكاوي إفكت يمسعلو من هاجراونتو بزمن يعني أوكي ممارسات إساس يعني من ممارسات الإساس من القهرية على شعبنا. ما هي السيكولوجية الجماهيرية التي تكونت من هذا القهر؟ السؤال الثاني هو حول مسألة الحل. طبعا أنا من الترجمة التجرينية فهمت أنه الحل هو المجلس، فهل يعني هو القصد هنا هو تطوير هذا المجلس أم هو خلق من خلال إدخال الآخرين فيه وتمثيل الآخرين في داخله، أم هو خلق مجلس آخر من الجميع؟ فهذه حتى أرجو التوضيح في هذه النقطة. طيب شكرا لأستاذ تخلى. هو حقيقة إنسان مناذل وتجربته وخبرته أوسع مني، لكن أحاول بقدر المستطاع أن أجيب على هذا السؤال. أنا أعتقد يعني شعبنا الآن لو أخذنا فقط يعني المرحلة الأخيرة اللي وصلناها، الشعب الإريتري انقسم إلى 3 فئات. يعني البعض اللي يرى أن سياسية شخصية أسطورية والحفاظ على السيادة الوطنية مرهون بهذه الشخصية ولا يمكن أن نتخلى عنها في هذه المرحلة ونقبلها كما هي وإنسان وطني. البعض الآخر لا، يعني نتخلص من هذا الشخص يعني بكل الوسائل ومع كل الجهات حتى لو نتحالف مع الشيطان. الفئة الأخرى المعتدلة لا، نحن خلافنا مش مع سياسة على مستوى شخصي بس بنهجه وتفكيره وتسلطه يعني، وبالتالي نحتاج أن تكون هناك يعني للقرار
الإريتري استغلاله يعني. فنجد هذا التأثير والتشنج موجود في الشعب الإريتري، وبالتالي قسموا وأوصلوا إلى مرحلة اليأس وإلى الخوف اللي قاعد يعيش يعني أكثر من سيكولوجيا الخوف. الإنسان يعني الخوف اللي يشيل حركته يعني. يعني أحد العلماء كان يتحدث عن يعني كيف الثعبان يصطاد العصفور، يعني لما يقف أمامها مباشرة وجه الوجه يعني ما تطير، يعني تكون مشلولة يعني حتى يجي يلتهمها. يعني أحيانا الشعوب تصل إلى هذه المرحلة يعني نتيجة الخوف، نتيجة القهر وتراكمه ما تتحرك يعني. وعشان تحركها لابد يعني ان تكسر هذا حاجز الخوف اللي موجود. ولا الشعب الإريتري نتيجه هذه الممارسات منقسمه يعني. فيما يتعلق المجلس الوطني ومجلس التشريعي ومكتبه التنفيذي بنفسهم حقيقه عمل اكثر من مبادرات. يعني نحن نحتاج على تطوير هذه الآلية، اضافه القوى اللي موجوده والتنظيمات اللي موجوده خارجه، ما اللي يضاف اليه، ما النقاط اللي تحذف يعني. لكن انا اللي قاعد اطرحه الان عشان نحن ما نكرر من التحالف الى مجلس الوطني يعني بهذا السياق، خلينا نمارس السلطه يعني في المنفى، يكون عندنا برلمان في المنفى يعني يمارس نفس سلطات البرلمان، وبالتالي ايضا تكون عنده حكومه الظل الوطني يعني تنشا من 25 وزاره من 20 وزاره اللي نحتاجها، وهؤلاء الوزراء يكونوا من النخب اللي موجوده في الخارج واللي عندها امكانيات علميه وايضا بعد منها خبره. يعني 5 يدرسوا لنا وزاره الخارجيه، 5 يدرسوا لنا وزاره الاسكان، لانه الشعب هذا لما يعود ما حيعيش في الخيم يعني. اذا انت كيف تحل هذه المشكله؟ واعتقد عشان نعمل ده يعني المجلس ده الشعب اللي قاعد اقول يستوعب كل المكونات اللي موجوده، خلي تكون مبادره من المجلس الوطني والاخرين يكونوا موجودين فيه، اذا يعني وبالتالي يكون هم كتله ويكون تنافس عبر الكتل في داخل البرلمان، والكتله اللي تجي اكبر نسبه معينه تقدم مرشحيها وتقدم برنامج يعني. اذا نحن عمليا مارسنا سلطه البرلمان وفي المنفى، ونستطيع ان نتحرك بشكل ايجابي وعمل يعني. طيب اخ الامين، انا الان حخرج من الكمبيوتر، حادخل عن طريق التلفون وحتابعك بالتلفون ان شاء الله. ممتاز، ما عندك مشكله، وحناخذ استراحه بعد ما يترجم اخ كرماي ان شاء الله. يغني اللي تخلي حزبنا ابز اوان زي بزي مخنيات ጭቆና በፂሕዎ ዘሎ ማለት ኣብ ሰለስተ ሸነኻት ተመቃቂሉ ንረክቦ። እቲ ሓደ ኢሳያስ ኣገዳሲ ባእታዩ፣ ስለዚ ንዑ ዓቂብካ ነቲ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ሒዝካ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ኣሞጊስካ ብዘይክኡ ካልእ ዘይርኢ ሸነኽ። እቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ምስ ዝኾነ ይኹን እዚ ሓገዘኛ ስለዝኾነ ምስ ዝኾነ ይኹን ተሰማሚዕካ ምልጋሱ ዝብል ክኸውን ከሎ፣ እቲ ሳልሳይ ሸነኽ እውን ምስቲ ኩሉ ፀገማትና ዓቕምታትናን ኣብ ግምት ብምእታው ግን ብናህና ዘለና ዓቕሚ በቲ ክንገብሮ ዘለና ብናህና ቃልሲ ምእላዩ ዝብል ኣብ መንጎ እዚ ተመቃቂልዎ ይርከብ እዚ ተቕሶ ዝፀናሕካ ኩነታት ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኪዳን ባይቶ እናበልና ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክንከዶ ዝፀናሕና ተመክሮ ምድጋም ኣድላይ ኮይኑ ኣይረኣየንን። ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ሓጋጊ ባይቶ ሃልዩና ናቱ መንግስቲ ከዓ ሃልዩ። እዚ መንግስቲ እዚ ካብ ኩሉ ሸነኻት ዓቕምታቶምን ብቕዓቶምን ክእለታቶምን ብዘለዎም ነቲ ናይ መንግስታዊ ስራሓት ወይ ነቲ ናይ ቃልሲ ስራሓት የካይዱ ማለት እዩ። እቲ ተበግሶ ግን ካብቲ ባይቶ ተወሲዱ ካልኦት እውን ኩሉ ተሓባቢሮሞ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ክንሪኦ ዘለና ሓጋጊ ባይቶ ሃልዩ ናቱ መንግስቲ ከዓ ዘለዎ ማለተይ እምበር ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተመክሮ ደጊምና ኪዳን ምስራሕ ወይ ባይቶ ምስራሕ ካልኣይ ባይቶ ወይ ሳልሳይ ባይቶ ከምኡ ኢልና ንኸደሉ ምክንያት ኣይኮነን እቲ ዝብሎ ዘለኹ እያ ትብል ነይራ። ስለዚ ብንፅሩ እቲ ንሕና እቲ ሕጂ ክንከዶ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ሓጋጊ ባይቶ ኩሉ ዝውከለሉ ሓደ መንግስቲ እውን ብዙሕ ሸነኻት ዘጠቃለለ መንግስቲ ብከምዚ ኣቢልና ነቲ ናይ ቃልሲ ዕማምና ክንዓሙ ዝብል እዩ እቲ ሓሳበይ ወይ ከም ፍታሕ ዘቕረብኩ ሓሳብ ነዚ ዘነፃፅር እዩ።
شكرا قرماي. اوكي استاذنا محمد كراني بناي سراح بوتان تسغاغر ايو قالن 10 دقائق زخون بريك نوسدينا حنتي قتمل ناي سبو بتصاينا غزا كيداني كمون حنتي ناي يماني مزمور كزلكم تقربه بدحري بغتا مستملسه ابتي قداينا خناتينا. امينو يا اتا قدامي تحتيسي اب كندي اب هاجراونتو تبل نيرا اي اسف على الله المسلم على الله دحاني اوكي من البات انت رغيت جمرينا يا اوكي ثانك يو. ايوه قرماي من له حجيك الله استاذ عبد الرحمن طه ان شاء الله التحوار. اوكي حراي الله يسلمك. سوزا انا قرب كن كساسي يا Thank you.
عمي كانوا بيعي قودا قد خيهلو سبقى عدو قلي هوا خي قدمي عمي كانوا بيعي قودا قد خيهلو سبقى عدو قلي بمرمانو بدلو ناتفقى مدلاي الأستاذ عبد الرحمن طه. مرحبا أستاذ أمين، إن شاء الله نحاول. طيب إن شاء الله بالتوفيق. أهلا أستاذ عبد الرحمن، حياك الله. أهلا أستاذ كراني. اوكي اسكي دقيمة عدلك بكات لما لكن انت تذكر كاز نوركايا. اوكي أنا له تي حال منش ونديو أنا كنت انت تفكير أنا في الله تي لا إساس تجبرات ذهول حزبنا أبز بسحوة زلوسي نتهز بس انتاي سايكولوجيكال ستايجر إفكت عديرو له خون خيل بفلاي نهاجراونت بزملكت أمارتي نمتاي إتي نريو زلنا استفل عليه مركزات سلسة تعيس كانير كانسا نالبات كون لعلون خون خيليو قالي أوسي كابز زنقله كون ده يخيل كابز بال ناتي قمت بقيسة مالتي إتي زي هاجراو زخونة حدقنيا زخونة إرترا رئيتات بزن بلغ مبالس نايتي زلو وسعى إفكت دو خون يخيل بخمي بحثيرو يغني لي. أستاذ عبد الرحمن ترجم ما أقولها. طيب إن شاء الله هحاول رغم إنه ما حنقدر نأدي دور الأستاذ قرماي. الأستاذ تخلى ملقين بيسأل في نقطة كان ذكرها في سؤاله الأول وهي يعني بالإشارة لممارسات ودور إسياس والأداء المضر أو المتعمد في الإضرار بالشعب الإريتري
بيسأل عن تأثيره التأثير النفسي أو السيكولوجي على الشعب الإريتري، خاصة فيما يتعلق بالروح الوطنية للشعب الإريتري. شنو التأثير؟ فبيقول إنك ذكرت 3 نماذج في الأول، لكن أعتقد قال إنه الموضوع أكبر من كده، لأنه الآن كلنا مطلعين على آراء من هنا وهناك كلها تتعارض مع الروح الوطنية. فهل دي أو المسلك ده هل ناتج عن تأثير السياسات النظام نفسه؟ ده سؤاله تقريبا. إذا في شيء ناقص أمين وفي كل مرة خلي بالك معي. بيرفكت. شكرا حبيبنا. تفضل أستاذ محمد. هو بالطبع يعني تأثير نفسي لما هو قائم يعني، ولهذا أيضا أوردت مثل لابن خلدون في هذا الجانب يعني. لكن أنا أعتقد يعني الشعب الإريتري أيضا في المقابل يعني مقاومته قاعدة تظهر. الآن نحن مثلا وجدنا يعني الهبة للروح الوطنية وللوحدة الوطنية والحفاظ عليها يعني من الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ما عاد يعني. حتى عناصر الجبهة الشعبية وإن اختلفنا معهم يعني رفع الوتيرة الوطنية، الحفاظ على إريتريا ويعني دفعت فيها دماء ويعني ثمن قال يعني. لكن في المقابل موجود أيضا فئة يأست من إريتريا ل 30 عام وهي عايشة في إشكاليات يعني سياسية وإشكاليات في الوحدة وتباين الآراء، ونفس الماضي القديم اللي تجاوزناه عاد الآن بحدة. وأنا أعتقد يعني لهذا كنت أقول إن لابد أن نفهم سيكولوجية الجمهور وسيكولوجية الفرد عندما يتحرك، لأنه هذا القرار السياسي عنده تأثيره النفسي بالتأكيد يعني. إذا كيف نستوعبه وكيف نتجاوزه وكيف نؤثر فيه بشكل الإيجابي، ده هو المطلوب مننا يعني. أنا أحيانا أخوة عشان أكون صريح معكم يعني القضية مش فينا نحن يعني. القضية أحيانا أنت لو نفترض الآن مثلا مجموعة معينة دخلت المسجد، والآن مثلا شفنا نحن في العصر يعني جابوا مصاحف ومساجد حرقت وكذا ولعب على هذا اسمه يعني من كلا الطرفين يعني، من كلا الطرفين يعني. هذه الأدوات تستخدم يمكن في إريتريا الآن، التعبئة موجودة، الحشد موجود، أو مجموعة من المسلمين تحركت وأحرقت الكنيسة يعني. وده قد يكون سياسة يعني عملها، والآن خرجت هذه كل الوثائق وكل المعلومات، يلبس مجموعة من الناس ملابس المجاهدين يقول ويقتل في الطرقات، وكأن الناس اللي قاعدين يعملوا هؤلاء هم يعني. هذا أيضا قد تكون من الإسياس ومن كان إسياس، لأن خصومنا الآن أصبحوا في كل مكان اللي ما عودين إريتريا ووحدتها وهويتها وتماسكها اللي قاعد يبعدهم يعني بشكل علني يعني. فالتأثير موجود، لكن نحن لابد نتنبه مثل هذه القضايا عندما يحصل هذا الانعكاس السلبي اللي سماه أستاذ شيخ الملخين يعني. كيف نستطيع نحن أن نجابهه كقوة معارضة ونسيره إلى المسار الوطني الصحيح يعني إذا فهمت القضية تستطيع أن تتعامل معها بشكل صحيح. عاوزين يودونا في الاتجاه الطائفي نحن نتجاوز له، عاوزين يودونا إلى تفكيك الوحدة نحن كيف نتجاوز. هذه كل لابد يكون عندنا لها إجابات ووعي وفهم، وأنا أعتقد عندنا من الكوادر ما يكفي، لكن كيف نهيئ لهم الأرضية حتى نحقق مسار الوحدة الوطنية. ولو تجاوزنا المرحلة الانتقالية بالسلام أعتقد إريتريا قادرة أن تكون نموذج وفعلا أن تكون سويسرا القرن الأفريقي. أنا هذه قناعتي. شكرا أستاذ محمد. تفضل عبد الرحمن. لك بالدلوزي الوالو زكل نبلز نبرنا زي نوح وصع مرير زقنا ناتو وصع له مالتي سسل زقنا يوين ناي ابن خلدون عنتوي تقيسا نيرا مالتي زبل حبز وانا زي خنريون كلنا تي امبيتا ندا غفهي ندا عبي زخيزلو بفلاي اب قداي نايل اولاونتن حدنت حزبن كن كمصن كله ولا خابتم اكلات ناي سرعاتنا نبلوم وين ابزي وانزي بستفعل تي حجراوي سمعت زعبي نجارات لنا مالتي لك تي قداي
ክንሪኦም ከለና እቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ናቱ ጽልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ናቱ ጽልዋ ኣለዎ ግን ንዓና ዘገድሰና ብቐንዱ ከመይ ጌርና ኢና ክንሰግሮ ንኽእል ነዚ ነገራት እዚ ዝብል ማለት እዩ ኦኬ ንምንታይ እቲ ፀገማት ክንሪኦም ከለና ብዓብኡ እቲ ስርዓት ወይን ነቲ ዕድመ ስልጣኑን ክናውሕ ብዙሕ ዓይነት ጉዳያት ይጥቀም ኣሎ ንምሳሌ ኣንሕና ወይን ክንጥቀመሎም ዘለና ብኣንጻሩ ነገራት ክህልው ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ብናይ ዓፋር ዝተኻየደ ብስእልን ብቪድዮን ብካልእን ብዙሕ ኣጋዊሖሞ እዚ ናይ መሳጅድ ዝነደደ ቁርኣን ዝነደደ ካልእ ርኢና ማለት እዩ ሕጂ መን እዩ ገይርዎ እዚ ነገር እዚ ዝፈልጦ የለን ግን ተጠቂሞምሉ ኣፍቲ ጉዳዮም ክገልግሎም ተጠቂሞምሉ ቅድሚ ሕጂ ወይን ከብዛ ዓይነት ተግባራት ብስርዓት ወይን ካየድ ነይሩ ብኤርትራ ኣብዚ ከምዛ ዓይነት ኣብ መሳጊድ እንዳኣተኻዊን ቤተክርስትያናት ወይን ኣቅሽሽቲ ቀቲልካ ገለ እዚኦም ሙጃሂዲን እዮም ጥሩፍ ኢርሃቢyin እዮም ኣብ ጥሩፍነት ዘለዉ እዮም ገለልካ ዓይነት ከምኡ ክኸይድ እከኣል እዩ እዚ ሕጂ ናትና ጉርሓትን ናትና ክንልብመሉ ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀላኢና ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስ ጥራይ ዘይኮነ እዞም ንብሎም ዘለና ትሕቲ ዝፅልዋ በኣሉታ ተፀሊዮም ዘለዉ እሶም ወይን ኣብዚ ተግባራት እዚ ክውዕሉ ክእሉ እዮም ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናትና ኣቐዲምና ክንልልዮ ዘለና ጉዳያት እዩ ብኸመይ ከዓ ክንምክቶ ዘለና እዩ እቲ ቀንዲ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ እንተተረዲእናዮ ክንዕወተሉ ወይ ንኽእል ኢና ንምንታይ ስርዓት ብዛዕባ ጣኢፍያ እንታይ ዝበሃል ብዛዕባ ሃይማኖት ኣብ ሃይማኖት ወይ ናብ እምነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብእምነቱ ክከፋፍል ክጅምር እንከሎ ኣይፋልካን ኢልና ደው ክንብል ኣለና ብብሄራዊ ኣብ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክመፅእ እንከሎ ከምኡ እውን ደው ክንብሎ ኣለና እዩ ዝብል ማለት እዩ ንዚ ክንገብር ከዓ ንኽእል ኢና እኹል ካድር ኣለና ማለት እዩ ዝብል ብዝበለፀ ከዓ እቲ ንዓና ሕጂ ዝዓበየ ቅድመና ዘሎ እቲ መሰጋገሩ እዋን እሱ ብሰላም ብሓላፍነት እንተሰጊርናዮ ኤርትራ ካብዚ ኩሉ ተፃብኦታትን ካብዚ ኩሉ እዚ ዓይነት ናይ ፍሽለት ትርእዮ ዘላ ብትዓወት ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብል ኣሎ شكرا استاذ عبد الرحمن اوكي قرماي عن تويات حسكا حفا بالكان يركع عدل كبكا قرماي سمعنت الله هو سمعك الله أنا بتعمي قداسي مشيت نيرو قلني مزوين التححيزو عبتيزر له عفلطو كي تنكفو انت إلى حنت حتوك حتى حاسيبه زلخو نايسن حبرتسب مهوران لوطي وي حزباو من قسقاس كل عالم تدا خوينو كمال زلو رقحيتات አለው ይሎም ይተውሱ ቀዳማይ ወጽዓ ሕጂ እቲ ህዝቢ ወይ ትዝንቀሳቀስ ህዝቢ ብወጽዓ ክስምዖ ኣለዎ ወጽዑ ክስምዖ ኣለዎ ቀፂሉ ወጽዓ ካብ መን ይዝመጸሎ ወይ መን ይወጽዓዩ ዝብል ሕቶዊን እዚ ክምልስ ኣለዎ ወጽዓዩ ከለል ኣለዎ ምዝ ቀፂሎም ልሂቃን ወይ ምሁራን ወይ ተጸለውቱ ዝብሎም ኣካላት ጸሓፍቲ ዲዮም ደረስቲ ዲዮም ተዋንያን ዶም ኮታ ሰብ ገንዘብ ዲዮም ናይ እምነት ሰባት ዲዮም እዚኣቶም ንገዛእ ርእሱ ነቲ ወጽዓ የቃልሕዎ ወይ ብዛዕብኡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ክጽሕፉ ክዛረቡ ድራማ ክሰርሑ ይጅምሩ ማለት እዩ ምስዚ ተተሓሒዙ ሽዑ ድኽመት ናይ ጸጥታ ትካላት ናይ ተወጽዓ ኣካል ክርአ ይጅምር ኣብ ውሽጡ እውን እዚ ንኸዶ ዘለና ትክክል ኣይኮነን ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ናይ ሓሳብ ምፍልላይ እውን የርኢ እዚ ብቐጻሊ ነቶም
ፀለውቲ ኣካላት እንደገና ሓይሊ ይህቦም ከይድ ድሕሪኡ እቲ ሕብረተሰብ ድሉው ይኸውን ንለውጢ ንሱ ንለውጢ ድሉው ምስ ኮነ ከዓ እቲ ንዕኡ ነዚ ኩሉ ተማሊኡ ንለውጢ ድሉው ስለ ዘሎ ንምንቅስቃስ ድሉው ስለ ዘሎ ንዕኡ ዝመርሖ መሪሕነት ከዓ ይፍጠር ብኡ ኣቢሉ ከዓ ነቲ ናይቲ ሽግር ሸነኽ ዝኾነ መፍትሒ ይርከቦ እዩ ሕጂ እውን ዋላ ኣብዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ግርማይ እቲ ኣብቲ ናይ ሕቶ እዋን ስለ ዘለና እቲ ትንተና ገለ ድሓን ትንተና ኣይኮንኩን ዘለኹ ሕቶ የኮ የከቐርብ ሕጂ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ኩሉ ክገልፆ ዝፀንሐ ዋላ እውን ናይ ሱዳን ከም ምሳሌ እንተደኣ ሂብዎ ወፅዓታት ክዝርዘር ፀኒሑ እንደገና ነቲ ወፅዓ ዝተረድኦም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም መሪሕነት እንደገና ካብ ውሽጡ ወፂኡ ይቅፅል ካሎ ስጋብ ሕጂ ስለዚ ኣባና እዞም ኩሎም ረቑሒታት እዚኣቶም ኣለው ኢልና ኢና ንኣምን ግን ከምቲ ዝድለ ምንቅስቃስ ዘይተፈጥረ ኣየናይ ቀለቤት ስለ ዝጎደለ እዮም ካብዞም ቀለቤታት እዚኣቶም ትብል كبر حوي محمد نور كراني أسرع بليت غبلت سنحكو طبعا في علماء الاجتماع يروا أن التغيير يأتي عندما يكون هناك ظلم الإحساس بالظلم وبعد ذلك ينتقل من الإحساس بالظلم الجماهير من الإحساس بالظلم تنتقل إلى من هو الظالم ثم تبدأ النخبة تتحرك سواء جميع النخبة سواء كانت من الكتاب إلى الممثلين وإلى رجال الدين وإلى التجار هذين كلهم بيتحركوا فمن هنا تهتز السيطرة أدوات القمع الذي يستخدمها النظام فبالتالي أيضا ترتفع وتيرة النخبة في بلورتها للظلم وبالتالي الجماهير تكون مستعدة لكي تخوض المعركة لإزالة النظام أو للحراك وبالتالي من داخل هذه الجماهير أيضا تتولد القيادة ثم يأتي التغيير إذن نحن يعني هل تراكم الظلم موجود الظالم بنعرف بالتالي إذا كان يعني أي حلقة من هذه الحلقات مفقودة حتى أصبحنا نحن بما أنه يعني في وفرة من الظلم وفي يعني وحتى عندما ذكرت لا يطاق الظلم اللي موجود والظالم أيضا معروف إذن أي من الحلقات هي يعني لم تكتمل حتى لا يكون في حراك بالشكل المطلوب وشكرا طيب شكرا لك أخ جرماي يعني أنا حقيقة النقاط حتى اللي ذكرتها أيضا ذكرت في نظرية دونكن اللي تكلمت فيها عن الظلم والشعور به والتفاعل معه وأن يكون هذا الظلم هذا هوية الجمهور وذكرت السودان لأنه مثال أمامنا موجود يعني هذه الطوابير كلها أشعرت الناس كلها موجودة في نفس مستوى واحد من الظلم في إريتريا أكثر وأشد يعني أنا أعتقد النقطة الرئيسية اللي قاعد يعني نفتقدها والحلقة اللي نفتقدها هي الوطن لو كنا الآن موجودين كلنا في أسمرة نخبنا دي كلها موجودة في المدن الإريترية هل حيكون الوضع بنفس الطريقة اللي نحن موجودين فيها؟ يعني مستحيل والشيخ أدرك هذه اللعبة حتى الشباب اللي موجود حشروا في ثاوة وبالتالي أصبح جيش متحرك أي واحد عنده وجهة نظر يطبق عليه القانون العسكري أو ما يكون قريب من المدن يعني فالنقطة الأساسية اللي موجودة يعني أيضا كمعارضة كيف نستطيع أن نوجد موطئ قدم في إريتريا وكيف نربط معارضة الخارج بالداخل هذا يحتاج مننا إبداع يعني ونفكر بصورة زي ما يقولوا خارج الصندوق. الشيء الثاني أيضا رأينا يعني دول الجوار يعني بعد الشعوب تحركت في لوبيات في كل منطقة يعني أشعلوا المدن الغربية كلها بالمظاهرات يعني نحن أيضا لماذا لا نستطيع يعني إذا بعيدين من ساحة الوطن والشعب اللي في داخل ما قادر يتحرك اللي موجود في الداخل أيضا لما لا يستطيع أن يتحرك إذا في هذا الوضع نحتاج إلى قيادة وإلى رؤية مشتركة الكل يتفق عليها تكون محدودة نحن عاوزين التغيير عاوزين دولة المواطن عاوزين دولة ديمقراطية عاوزين دولة مؤسسات هذه الشعارات كلها لو يعني وحدتنا
انا اعتقد يعني نستطيع ان نقلب العالم كله. يمكن نحن في كل اسبوع نستطيع نعمل مظاهرات بالالاف. يعني لو نتفق الان كل المعارضه بمختلف الالوان كيف في الداخل، الان ما عندنا مجال عشان نشجع الداخل نتحرك في الخارج. تقول انت هذا الاسبوع حتكون مظاهره في السويد، الاسبوع الثاني حتكون مظاهره في لندن، الاسبوع اللي بعده حتكون مظاهره في استراليا. انت حتى الجماهير ذات، انا حقيقه قابلت بعض الاخوه من قناه الجزيره وغيرهم، يعني يقول لك يا اخي انتم ما قاعدين تتحركوا، يعني الشعوب دي قاعده تتحرك وتعمل مظاهرات وكذا. يعني بغض النظر هم احيانا ايضا يحكوا ويجيبوا وعندهم سياسه معينه، لكن نحن برضه بنفسنا ما قاعد نستخدم الوسائل الخاصه بنا. يعني الخارج المتاح لنا الكل الان، ما في حد لا الكنيسه ولا المسجد ولا في القريه ولا في المدينه ولا السياسي ولا المدني ولا التاجر، الكل قاعد يشعر بذلهم في اريتريا. لكن لحظه التحرك هذه اللي تكسر الحاجز الخوف دي لابد ان نبدع ونوجدها. يعني وانا اعتقد في الخارج عندنا امكانيه لهذا الامر لو تعبنا شويه. يعني صحيح يعني حيبذل مننا مجهود، لكن خلينا يا اخي نعمل لجنه يعني تحرك الشارع ده كله، يعني وبالتالي يكون عندنا مظاهرات في يعني اسبوعيه في كل مدينه، وبالتالي انت في شهر مره حتخرج. يعني لو خرجت 3-4,000 في ستوكهولم، 5,000 في لما تحركنا في سويسرا وشبابنا تحركوا، يعني عملنا صدى. يعني فما نكون اسيرين لما اسياس يتحرك نحن نتحرك، لا خلينا نحن نتحرك ونخلي اسياس يصير رده فعل بدل ما نحن نكون رده فعل. يعني اعتقد هذا هو الناقص، ان نربط المعارضه الخارج والداخل وان نجد لنا متقدم في داخل اريتريا. شكرا. جرماي على هذا الترجمه هو انتاي كبصنيحو لكعيو كم تزغلسكو اب سودان وين كوب دمر نايتي زنبره وسعايو نتي انقساس قسايس واب ኤርትራ ግማት እንቅስቃስ ብዝላ على درجو አሎ እዩ። ስለዚ እቲ ሽግር ግን ናይ ኤርትራ ሓደ ራሕቂ ካብቲ ሕቁፍ ህዝቢ ምርሓቅናን ማለት ከዓ ካብ መሬት ኤርትራ ርሑቅ ምህላውናን እዚ ሓደ ምክንያት ክኸውን ከሎ እዚ ሓደ ሽግር እዩ ዘሎ ሽግር እዩ ክስታይ ከነብሎ ዘይንክል ወሲና ሓልፎ ዘይትኽእል ጉዳይ እዩ ምስ ካልኦት ህዝብ ከነወዳድሮን ከሎ ግን በዚ ጥራሕ ጠጠው ክንብል ኣይነበርና። ምክንያቱ መሪሕነት ሃልዩና ናይ ሓባር ራእይ ዲሞክራሲያዊ ንፍትሒ ንግዝኣት ሕጊ ኣብዚ ዘጠቃለለ ናይ ሓባር ምንቅስቃሳት እንተንገብር እቲ ኣብ ወፃኢ ዘለና ቁፅሪ ብዙሕ እዩ። ኣብ ሰሙን ንገዛእ ርእሱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝተወሰነ ማለት በቲ ዘለና ቁፅሪ ni ሰላማዊ ሰልፊ እንተንወፅእ። ስለዚ እዚ ናይ ደገ ምንቅስቃስ እዚ ብዘንቀጥቅጥ ኩነታት ነቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ምፀለዎ ከምኡ ከዓ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ምፀለዎ ናይ ክልቲኡ ከዓ መንጎ ክልቲኡ ከዓ ርክክብ ምተፈጥረ ተተባቢዑ ምስ ዝርክክብ ምተፈጥረ ግን እዚ ኣይንገብሮን ዘለና። ብዙሓት ወይን ከም ዝብሉና እዚ ኩሉ ኣህዛብ ይንቀሳቀስ ኣሎ፣ ንስኹም መዓስ ኢኹም ትንቀሳቀሱ ዝብላ ብዙሕ ናይ ዜና ማዕከናት ወይን ኣለዋ። ግን ንሕና ግን እንተኾነ ቀዳይ ነገር እቲ ዘለና ኣብ ኢድና ዘሎ መሳርሒ ንዑ ኣይንጥቀመሉን ዘለና። ኣብ ኢድና ብዙሕ መሳርሒታት ኣለና፣ ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ኣለና። ንሱ ከዓ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ እንተንወፅእ ሰላማዊ ሰልፊ እንተንገብር እዚ ንገዛእ ርእሱ ውፅኢታዊ ምኾነ ነይሩ። እዚ ከዓ ክግበር ዝከኣል ኣብ ኢድና ዘሎ እዩ። ኩሉ እቲ መሳርሒታት እዚ ዝኽልክለና ሓይሊ ወይ እውን ኩነታት የለን። ካልእ ማለት ንሕና ኩሉ ግዜ እቲ ፀገምና መልሲ ግብሪ ናይ ምሃብ እምበር ግብሪ ተበግሶ ኣይንወስድን ኢና። ስለዚ ንሕና ተበግሶ ክንወስድ ኣለና። ስርዓት ገለ ምስ ገበረ መልሲ ግብሪ ናይቲ ዝገበሮ ምባር እዚ ውፅኢታዊ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ እንተደኣ ጌርና ንገዛእ ርእሱ እቲ ደገን እቲ ውሽጥን ክራኸብ ምኽኣለ እሞ ከዓ ለውጢ ክገብር ምኽኣለ። ስለዚ እቲ ሓደ ንሕና በኺሩና ዘሎ ናይ ሓባር ራእይ ሃልዩና ብሓባር በቲ ኣብ ኢድና ዘሎ መሳርሒ እቲ ክንገብሮ ዝኽእል ዘይምባርና እዩ። شكرا جرماي، شكرا استاذ محمد كراني. استاذ محمد ابزي تقول صوت صنعك طبعا بالنسبه مستر استت اساسي روز غيدتي ارستنا هم زبلو سنا امرو حبرت السبن مرحنتن يدبل بمرحنه درجه خد ذكرنا يا سياسه فورق خوينو نسياسه فورقي نبهريات يكون كل خناتات سناتو بقبو زاكل مجلسي يبكا انا ابزي حطوه قرب الكاز دلي
سياسة أفوركي أبز درجة زي حجبت صحوة دلو درجة نخبت صح زخالي تينا يجزر سو بحريات الكات قلت صوز نبركا نسو نبينو ديو ويس أب مريحنات كنزارب تراخو الناس كاب جيزي صورة جميرو ولاون دحرنا تصانت إرترا أب مريحنات زنبرو بصوت اللو ناتاتهم بحريات بخمي خد قلت صوت خيل السياسة بزي درجة زبط حلو نتعدل لكع كم زي ناتو دكان ويناتو ملك غيرو كتكمل زخالون وي كخون زبقعون تي بحريات نايتم مسارحتو بدرجة مريحنة زنبرو نسون عبيد سلوان إيرودي نابز درجة زنخبت صح بزعبها زي كي انتاي تبلنا تبل طبعا أنت ذكرت بخصوص طبيعة القيادة جبت موضوع سياسة أفورقي وتحدثت عنه لكن سؤالي طبعا هو بالنسبة لزملائه اللي كانوا أثناء الثورة معه في النضال ولا بعد استقلال إريتريا إيش كان دورهم أو كيف ممكن توصفهم؟ هل كان لهم أي دور سلبي فيما وصل إليه سياسة أفورقي أو كيف بإمكانك تكلمنا عن المجموعة هذه اللي كانوا في القيادة يعني طبعا احنا بعضهم اللي كانوا في القيادة معه مرمين في السجون وبعضهم طلعوا خارج إريتريا وحتى ما تلاقي عندهم جراءة انهم يتكلموا عن كل الحقائق فكيف بإمكانك توصف لنا طبعهم يعني تفضل. طيب أخ أمين، أنا أول باحث لست علم النفس عشان أجيب على كل هذه الأسئلة، لكن هم حقيقة تحدثوا يعني أستاذ القيسي وغيره من الإخوة، يعني نحن كنا ننظر الموضوع بنظرة أخوية بنظرة أبوية، وبالتالي غياب المؤسسة الديمقراطية أنماط الشخصية هذه موجودة حتى في يعني أنت أحيانا تجدها في الشركات، يعني مدير معين تجده لين يفكر في العمال، ومدير آخر تجده يعني خشن ويعني أناني وده طبعه يعني واستبدادي يعني. لكن في قوانين، إذا في مؤسسات ديمقراطية تضبط هذا المسار بالذات في الحكم، يعني إذا كان في هناك برلمان موجود حيقول له نحن ما نقبل هذا الرأي. إذا في الحزب هذه مؤسسات ديمقراطية هو حيأتي برأيه يمكن يحشد جماهير، في المقابل أيضا الرأي المعارض حيحشد إمكانات. يعني هو يعني الخلل اللي كان موجود في الجبهة الشعبية أو في الثورة الإريترية، يعني المسار اللي حيكون بعد الاستقلال الناس ما كانت تفكر فيه. يعني معظم المقاتلين عندما تسألهم الآن نحن كنا ننادي من أجل استقلال إريتريا، ماذا هو بعد الاستقلال؟ حقيقة اللي كان يفكر بشكل جدي هو السياسة، وبالتالي أي واحد يرى فيه إنه هو يمثل أي خطورة قدامه كان يتخلص منه، يعني بغض النظر عن قربه أو بعده منه. يعني ولما أيضا وصل للحكم واستلم السلطة اللي رآهم ينافسوا برضه تخلص منهم. يعني فأنا أعتقد يعني يعني الإشكال اللي كان موجود في الجبهة الشعبية هو يعني ما كانت في هناك مؤسسات ديمقراطية يعني من بداية. يعني الآن في الجبهة تجد يعني خلاف كبير في هذا الجانب، يعني وأيضا كانت ديمقراطية مفرطة، حتى ذات المسار التنظيمي والضبط التنظيمي أحيانا تفقد. يعني فنحن نحتاج توازن، إنك أنت يعني بين الإفراط والتفريط في هذا الجانب، ما تكون هناك دكتاتورية مستبدة وما يكون أيضا ديمقراطية تميع القرار التنظيمي وتميع الضوابط التنظيمية وتكون حرية مفتوحة بدون قيود. يعني فهم حقيقة ساهموا وكثير منهم الآن قاعدين يعترفوا بهذا الجانب. نحن الذي أوجدنا إسياس يعني بهذه العقلية وبهذه الكيفية. 40 سنة هو إسياس حقيقة بهذا التوجه لم يتغير. شكرا أستاذ محمد كراني. تفضل عبد الرحمن. بزعبة زو قداي زي أنا ناي سايكولوجي تمعاركو إن دسنعكو سلازي كونكو كله لك أكتر ملس خبالي كإلني أجن ناي مرحنتات ناي شعبية زنبورو قلت كله جدا 5 زنبورو ما بزو قداي زي بزوحات اللو شماتويد تغيسوب على الغيسي أمثالي كزاربون كله ستاران جدا أبكل أبغني نايتي قبات سرعة زنبورو كل سياس زنبورو
لكعتي قديهم أبزي بدايزي ألوتاو خمس نبرة أغيشومين أنت خنا قلتي تكلاو السرارحة من ديمقراصاوي السرارحة أنت نيرو السيوتي واحد كون نيرو مالتي أنت ديمقراصي أنت الله كلها تكا بقولوا سنتين بكله مسألة حلي خام كتزاربن رئيتو خا كتقبر تخيلن لوبي خا كتقبر تخيل خان ترئيتو خان بزوح نقرات مس كده نيرو مالتي زي حدا ايو بتحال شنخ اليوم كلنا تي جزء قالسي مبزحتو بمرحنة زنبورو يخون ولا تقادلتي دحرنا صنت كمي انت عينت إرترا يوم زحسبون زحلمون زنبورو بزوح رأيا أي نبرا نابزي حدا بزعبا زو قدايزي بتقدى سنة زريو زنبرا سياسيو السخاء زي حجي نريو زلنا رأيو يستكبر زلو مالتي السلسلة زخونة بجزء سورات حيزو ولا دحري ناصنت وين كلهم توادادرتي يوم أبسلطان زبلهم أغمز اللهم اندا عصنتن اندا علينيو متيو بزقعزو نايزي قالسي حجتي واساني بشعبية نريون كلنا تي ديمقراساوي أمر زبهال أي نبرن بأنصارو أبجبها نريون كلنا ملو ديمقراساوي نيرو بزيادة وين استغاننا ديمقراسي وين نيرو زبهال قدائي نتي ودقوين نيرو حجي مأكلاي خون اللو ميزاناوي خون اللو مالتي تي ديمقراسي كحلو اللو قحمات عينة ديمقراسي خاق خون يبلون كفوت وين نأسر زي بلو خاق خون يبلون مالتي استفتي مبزحتم زي قلتوه تي ناتم تارا ألوتاوي تارا خمس نبرة نزي قبات السرعات مستي بحرياتون مستي عدل زرقابون أبزي درجة زخبت صح كيلو بلا أنا بسامرايز ندا قبر كيس ترجم زلوا خطوات. Very good. يا بتعمل صبوا عبد الرحمن. Thank you. شكرا جزيلا عزيزي. أوكي أستاذ برهان ردة تفضل حبيبنا. سلامات بقول سلامتك بكلهم. مرحبا. جزاها غنيلنا ومحمد كراني كمان غنيلنا ذهب كان تمرتي قال كوادر من مشكاية حتى انتايو حدا نايو دقة من قصن قبرينا زروا أنك كان كذا على راح يكون بزعل سمعنا هنا بتقاومه حجي في منقستي زبارتي هرايب تنودوات أنا خو تنودواتي نوع صار حلواني زبال زروا يدلو شجر نحنا كم تقامتي أبرتا كنا أبدي كنا نرتاح مصر دارا وشتينا مصر سلنا حجي نحرتي ناي منقستي ناي دقة منقستي نحرك مصر كيلوسي توش تزلو أكل تقامي بعد كان تقام تزلو كمان بعد تعالي ويا موسى حاج موسى وخالوتن كمان كمو تم أبي زيهم تم باباس نيرتا إنسان وبزحت تأثروا زلو مالتهم ويزيد تأثروا خلوا كل يوم بخميك خيجو مالت غاشش نتزبي نيرو نظام أبدقر لنا يكون أنت الآن سما بوش زلوي مالت توش أنت دقن بحالة أساسي رزغر من قدي خميك خوني مالت يزيد تولد لها من قصدي أبدقى خموز بالكا هو يسمعني نيرو هاي تقاقي بايتو أبدقى بالدسو هو كم حسب روحات من قصدي أبدقى بالتبقى صوتات زقبرو نيرو جنزقون حدا عبي بايتون كلها نازو كل كلويلو قاليتو نسويا. اوكي
دهان حرايبل بايتو خوينو برلمان دما وسعيد ولا لا اي ثينك اي كم سرداني كمان انا هون تخل على حسبني رد حن حراي برهانه انتاي كوين سردين نعي حدا بايتو يدلينا له حدا هاجراو بايتو يدلينا له حجتي منغستي لو زغلصو زنبرن اي كم سرداني بمنسترات يغليصو حجتي انت دارينا انت يخونا له مالتي ستيت بيلد يخونا له حدا بارلمنتي يهلو له مالتي حقاقا اكال يهلو يلو كلاي غافرنمنت يهلو مالسي منسترات زلوو يهلو اجي نزيو بدرجه منغست زغلصو نيرمبر اساج كمزي بعل حونا صالح قادي صالح يونس صالح جوهر زقربو زنبرو منغست عبد الجزبل نعوز بلا خوينو ايتسمعن دحن سلا بعلو يبرهم نتي منغستي زغلصو زنبر يغنلنا برهانه تاع سمعكوا اوكي ولا شاعر أوكي. تقلص خلقا خونه ولا نسون تقلص خلو حقوينا تتسمع خنوص خلنا منغستي عبد الجزبل مسراتيا اوكي ذاتس أوكي، جود ده نصو الرأي بعلو كله. فاكل عليه ونسل برو. من كنا عايكم ميتر الديني ما هو منغست تردي زبلزو. انا تردي كاي تحكي هذا اوكي بليز حنسى نادي اوكي برهانه تردي ايه الخطوقه ترجمه استاذ عبد الرحمن موني محمد كران عبد النبو. اوكي شكرا غني لي يعطيك العافيه. تفضل عبد الرحمن. بقول بعد الشكر يعني للمنصة وللأخ كراني، عديد من الأسئلة تمت الإجابة عليها، لكن في كلام أثناء حديثك ذكرته وكان شيء مكرر، هو الحكومة في المنفى. بيقول يعني إنه الفكرة هي إنه التنظيمات تقوم بإنشاء أو تكوين حكومة في المنفى. بيقول الموضوع ما واضح بالنسبة له، لأنه دور المعارضة هي مفروض تكون النضال من أجل الشعب، ومفروض التغيير أو النضال يكون مرتبط ما بين الداخل والخارج. فبيقول أنت ذكرت الموضوع بتاع المنفى ده، فعايز أفهم بأي صيغة أو بأي كيفية يمكن أن تقيم المعارضة حكومة في المنفى. ده السؤال. أنا فهمته، يعني شكرا لأخ برهاني. وأنا فعلا تحدثت عن الحكومة، هو فهمه صحيح، لكن اتكلمت عن حكومة الظل وليس حكومة المنفى وليس حكومة المعارضة. والفرق بينها أنا وضحت، يعني حكومة الظل هي لما تكون يعني في الدول الديمقراطية أحزاب المعارضة يعني أو حزب المعارضة الأكبر يكون يعني حكومة مقابل حكومة، كل وزير يتابع الوزير الآخر، يعني لسببين: أولا عشان يعرف إذا كانت في أخطاء موجودة يوضحها للشعب، إن في الوزارة الفلانية، في الوزير الفلاني، في المؤسسة الفلانية في خلل، وبالتالي نحن أقدر بأن نحل هذا الخلل. يعني أو إذا سقطت الحكومة هو يكون أيضا بديل جاهز عنده يعني حكومته اللي قاعد تتابع وليس غائبة. يعني لهذا أنا قلت حكومة المنفى طرحت من ناس، أخونا صالح قادي وصالح يونس، والناس رأوا أن حكومة المنفى فيها مسؤولية، لأنه يعني في النهاية حكومة هي، وبالتالي لا تجد اعتراف ولا تجد أرضية. لهذا أنا قاعد أقول يعني حكومة الظل هذه اللي موجودة نأخذ منها الجوهرة. يعني نحن ما في مؤسسات ديمقراطية يمكن الناس يقولوا، بالتالي لا يمكن نحن موجودين في البلد وعشان كده ما يمكن ننشئ حكومة الظل زي موجودة في بريطانيا. لكن خلينا نحن ناخذ المصطلح ونحوله لواقعنا الإرثي، نسميها حكومة الظل الوطني. يعني حكومة الموجودة مؤقتة واحتمال قد يكون فراق وتسقط. إذا نحن لو في المعارضة كونا حكومة الظل، يعني من مجموعة من نخبنا، من مجموعة من كفاءات اللي عندنا، أقل شيء ما يكون هناك فراق في إريتريا أو ما نقع نحن كمعارضة في مشكلة. الشعب ده عندما يتحرك نحن نكون جاهزين لإيجاد بديل وطني حقيقي. يعني أنا أبسط مثال أقول لك يا أخوة، يعني نحن بإمكاننا في هذه الحكومة ممكن نعمل مفوضية الأراضي، مشكلة كبيرة قاعد تواجهنا. هل نحن متفقين فيها كمعارضة؟ يعني كيف حنحل هذه المشكلة؟ عندنا نعمل مفوضية اللاجئين، الناس دي كيف حتعود ومتى حتعود ومن حيتحمل مسؤوليتها؟
يعني هل نحن جاهزين فعلا؟ كيف حتكون العودة؟ لو عادوا أين حيسكنوا؟ كيف حيصرفوا؟ ما هي المؤسسات اللي حتوجد لهم؟ هذا كله نحن ممكن نقدر نعمله من خلال الكفاءات. عندنا أساتذة في الجامعة، عندنا ناس شغالين يعني في مؤسسات دولية، يعني خبرات وخبراء عندنا، وناس كانوا وزراء في إريتريا ممكن نستفيد منهم في هذا الجانب اللي قاعد أقوله. وهذا ما تكلفك شيء، هذا حتى حزب أي حزب ممكن يعمله، أو مجموعة من الناس ممكن تقعد وتعملها يعني. وبالتالي أنا ما مسؤول عشان أقوم بجوانب عملية، لا، أعمل دراسات من الآن. هؤلاء الناس والله وجدنا فيهم كفاءات، ووجدنا اسمه لما نكون نحن في المرحلة الانتقالية نحتاج حكومة ديمقراط، نختار من هؤلاء الناس اللي موجودين، نكون جاهزين. يعني ما اخترناهم هم يكون هم مستشارين لأنه درسوا المواضيع يعني في قضايا كثيرة موجودة، عشان هي الفكرة بصورتها النهائية ما موضحة. لكن أنا اللي قاعد أركز فيه لابد أن نعمل حكومة الظل يعني الوطني، بحيث أن هذه الحكومة من الآن تستفيد من الخبرات اللي موجودة وتكون جاهزة. يعني حتى لو يعني أي دولة طرحت علينا هل أنتم جاهزين كمعارضة؟ أيوة نحن جاهزين. أنا بدل ما أتكلم بشكل اجتهادي وكذا أقول له عندي 5 أشخاص قاعدين يدرسوا ملف العلاقات، 5 أشخاص قاعدين يدرسوا ملف البحر ده اللي عامل مشكلة الآن حدود 70 كيلو 80 كيلو. لا يكون عندنا خبراء قانونيين. لما نقول لا إريتريا بسيادتها وما في حد يجي لبحرها، أنا أقدم مجموعة من الناس من الخبراء. أنا هذا قصدي اللي قاعد أقول يعني. وهذا ممكن تعمل وزير الثروة المائية أو الثروة البحرية، ويكون جاهز بمجموعته لما تحتاجه تعود إليه. أنا قاعد أطول في هذه المسألة عشان ما يكون فيها تشويش، عشان تكون واضح. أنا اللي قاعد أتكلم فيه إن المجلس الوطني يأخذ هذه المبادرة، وبالتالي إذا الناس اقتنعت بها، بدل ما يكون عندنا مجلس وطني نحول إلى مجلس الشعب، والناس في داخله تمارس العمل البرلماني. نكون جاهزين حتى لو ما يعني من ناحية ثقافية، من ناحية نظرية، من ناحية المؤسسات، نكون نحن عندنا إمكانات. وبالتالي لما ننتقل بخبرة وليس بالمشاكل. كل المشاكل أنا ما أعتقد حنحلها في أسمرة، خلينا نحل جزء منها كبير هنا في الخارج. لما نعود إلى الوطن نبني ولا نعيش في خلافات، بالذات المرحلة الانتقالية، لأنه نحن لسنا أكثر من الشعوب الأخرى كلها قاعد تعاني في الانتقال الديمقراطي. ما بالك إريتريا هي الصندوق المغلق اللي نحن في داخله ما عارفين إيش مصنوع وإيش من قنابل اللي حيخليها لنا سياسة، وكيف حتتعامل معنا دول الجوار، يعني سواء يكون السودان ويكون إثيوبيا أو غيرها. يعني هذا كله نعمله في حسابنا، لأنه نحن مش اللاعب الوحيد. عشان كده لابد أن نستعيد من خلال خبرات عملية وفي الأرض وليس تنظير، عمليا. شكرا لك. تفضل أستاذ عبد الرحمن. رايك لك أنا بزعبة زي قدايا العيلة تزاريبات نيرة مالتي، وقن أنا استزاربكو زي exile government زي كونه بدقة منجست زي كونه ما أعرف حاترجمها كيف، قن زي shadow government زبهال مالتي بتحتي التي منجستي كالا أي منجستي زبل مالتي إذا أفتي ديمقراطياوي سرعات الله مالتي مثلا أب مرجع بأبزحة دمتي زعوت بلوك السو تي ناي منجستي مقام حلافنة كوسدن كله تي أخل دمتي زي متى تحتي وين شادوز بال منجستي فتر مالتي. أنا زي تحسابي بالمالتي إذا أنتي مالتي أفتي مينسترالو لك بتحد شنخ كا مينسترالو مالتي بتقصنا نايتهم مينسترات الله زبل مالتي زي خا نتي السرارحن نتي أكايدان نتي دخمت نايتي مينستراتن نتي نايتي منجستن أبي الله بب وانو غلطيفه زري هو مالتي زيهم كا كاب intellectual عقم زلهم خونو اللهم مالتي. فحجيب زعبا قدينا خنزارون كلنا دلوقتي كونا لنا زخونه هقف كركب فعلي أب زخونه وان مالتي. فتم أحوات زغربوه تي exile government بزح سب تزاريبو ليو لك بزيت بلوزالله خان بخالق مخنياتن كعوات أي كالنجن زي زبلوزالله خذ حساب أنا زقربوزالله تي حمرت ناتو
ጥራይ እንተወሲድና እኹል እዩ እዚ ከዓ ካፍቶም ኢንተሌክቹዋል ንብሎም ዘለና ክግበር ይኽእል እዩ ድልዋት ኮይና ክንፀንሕ ንምባል እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ግዜ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ እሱ እቲ ዝተኣፋፍን ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ እቲ መድረኽ ሃጓፍ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ወይ ለውጢ ብዝመፀሉ እዋን ብቕልጡፍ ተዳሊኻ ምስ ትፀንሕ ነዚ ሃጓፍ እዚ በቶም ቴክኖክራት ዝበሃል ዓቕምታት ወይ መንግስቲ ናይ ቴክኖክራት ነቲ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ክመርሑ ኣለዎም ዝበሃሉ ዝተፈተኑ ሒዝካ ትመፅእ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣንሕና ከም ደንብ ተቃውሞ እቲ ስርዓት ስጋዕ ሕጂ ከቢድ ጉዳያት እዩ ሳዕቤናት ገዲፍልና ዘሎ መፃኢ እውን እንታይ ዓይነት ሳዕቤና እንታይ ዓይነት ፀገማት እውን ክራኸበና ወይ ክጓንፈና ስለዘይንፈልጥ ኣቃሊልናዮ እንተኣተና እዩ እቲ ፅቡቕ ዝብል ማለት እዩ ንምሳሌ ጉዳይ ናይ መሬት ኣሎ ከምኡ እውን ናይ ስደተኛታት ኣለዉ እዚ ጉዳያት እዚ ብዝወሓደ ራእያ ክህልወና ኣለዎ ራእያ ግን ብፖለቲካውያን ገለ ጥራይ ዘይኮነ ብሰብ ዓቕሚ ብመፅናዕቲ ክካየድ ኣለዎ ግሩፕ ጌርካ ናይ መሬት እዝን እዩ ብከምዚ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልካ ሓደ ኣቋም ኩሉ ዝሰማዓሉ ትቕምጥ ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት እንታይ እዮም ብከመይ መዓስ እዮም ክምለሱ ገለ ኢልካ እውን ከምኡ ሓሳባት ሒዝካ ትፀንሕ ማለት እዩ እዞም ኢንተሌክቹዋል ንብሎም ዘለና ኣብኡ ከለዉ ሃዋፍ ምስ ዝፍጠር ወይ ለውጢ ምስ ዝፍጠር ኣብቲ ዘሎ ቦታ ናይ ስርዓት ምትካእ ብቕልጡፍ ይከኣል እዩ ንምንታይ እዞም ንብሎም ዘለና ዝተፈተኑን ዝተመኮሩን እዮም እቲ ጉዳያት ናይ ሃገርና እውን ብፅቡቕ ደለለይዎን ደፅንዕዎን እዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ብዝወሓደ መፅናዕትታት ክንዳሉ ኣለና ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ግድን እዩ ብዝወሓደ እዚ ሻዶ ገቨርንመንት ዝበሃል ክንዳልወሉ ኣለና እዚ ከዓ ግድን ኣይኮነን ኩላትና ዝምልከት ወላ ብመልክዕ ውድብ ዊን ግሩባት እንተሪእናዮ ክግበር ዝኽእል እዩ ሕጂ እቲ ሓሳብ ኣይበሰለን ኣሎ ግን ብናተይ ርእይቶ ብል እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ እዚ ጉዳይ እዚ ወይ እዚ ኢኒሽቲቭ ዝወሲዱ ኣፅኒዑ ኣብ ህዝባዊ ባይቶ እንተትልወጥ ነዚ ኣብ ግዜ መሰጋገሪ መድረኽ ወይ ስርዓት ኣብ ዝወድቀሉ እዋን ብቕዓት ሃልይዎን ተዳልዩን ክፀንሕ እኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ዝብል ማለት እዩ በዚ እቲ ደምዲምዎ ዘሎ ትርኢቶ شكرا استاذ عبد الرحمن شكرا استاذ محمد كراني اوكي ኣይተመለሰት ለይና ኣላ ንእሽተይ ትዝምድና ኦኬ ፀንሐ ፅቡቅ ጌር ተረዲእኒ እንዲ ግን ትዝምድና ምስቲ ውሽጢ ዘሎ ተቃዋማይ ኣካል ብኸመይ ይኸይድ እያ ኣነ ኣብኡ ኣብኡ ተቃወምቲ ኣለዉ በበይንና ንኸውን ኣለና تفضل ሓቅለና ከም ዝበሎ نعم هذه النقطة انت استاذ كراني اللاعب اللي جوا فهمت ايوه تفضل وش تندقن كم يتأثروا مالتي نعم أنا حقيقة الداخل الآن نحن لو في هناك يعني قوة معروفة حتى ولو بشكل سري موجودة قاعد تشتغل ما هي الآن مثلا يعني مش التحرك الوحيد اللي حصل يعني جرح الحرب تحركوا الجيش تحرك في 94 مجموعة خرجت من أكل وغذاء تحركت وكل الحراك اللي موجود في الداخل قاعد يقتل لأنه منفرد موجود يعني لو في حراكات موجودة نحن الآن لو الداخل لو شعر إن إحنا جادين وجاهزين أنا أعتقد التواصل حيكون سهل وبالتالي نحن نخلي لهم يعني حتى لو حنعمل اسمه يعني أنت لو عندك قول 120 مقعد تقول 40 للداخل هو
انا لو عارف حتى ناس شغاله بشكل سري خلاص تشتغل، يعني لما تدخل انت تدخلهم طوال اوتوماتيكيا معك لان انت عارفهم من موجودين او تكون جاهز لهم في التصور يعني. فهذا ذكرت انا، نحن يعني اكبر مشكله موجوده الربط بين الداخل والخارج ما موجود، ونحن بعيدين من بلدنا. والداخل ايضا ما يستطيع ان يفصح على نفسه لانه مباشره حيتعرض للاعتقال وللقتل يعني. لكن لو في هناك يعني جديه في المعارضه في الخارج واثبت جديتها، انا اعتقد الداخل حيكون جاهز وحيتواصل معاه. لانه في النهايه المحصله النهائيه شنو يعني؟ هل نحن نستطيع لو حصل تغيير ان نحمي شعب اريتريا وارضها وسيادتها واستقلال قرارها؟ ايضا ما نريد اريتريا يسقط النظام وتكون مرتع لاي واحد يعني. واحد حيقول لك خليها يبقى سياسه، نحن نبقى ان اي واحد يسيرنا بريموت كنترول من خارج او اي قوه تدخل وتفرض علينا شروطها يعني. نحن عاوزين فعلا قوه وطنيه تحمي هذا الوطن، وعشان تحمي هذا الوطن تحميه بامكانات وبمقدرات وبدراسات يعني. وانا مع اخونا برهاني متفق معه، لابد الداخل والخارج يتحد عشان نحمي هذا الوطن ونعمله يعني، نحمي سيادته ونحمي وحدته وننقله الى مرحله دوله المواطنه ودوله الرفاهيه اللي بامكان يعني تستطيع ان تصل اليها اريتريا. فعلا نحن نحتاج الربط بين الداخل والخارج، لكن خلينا نحن الان في الداخل عندنا حريه، عندنا امكانيه الحركه، عندنا امكانيه ان نتكلم بصوت عالي بدون ما نعرض نفسنا للمخاطر. لو قدرنا نجهز الخارج انا اعتقد ايضا في الداخل نستطيع ان بشكل جماعي ان نحقق ما يقول هو يكون ربط بين الداخل والخارج، وده مهم، بدونه ما حيكون شيء. شكرا لك. شكرا استاذ محمد كراني. تفضل عبد الرحمن. هو لك عيوز الله زي أنا سامع له زي أبدأ أبوشتي بزح فتناتات تخيلي كافتي ناي أكل سنقولات ناي ماي حبار يميركاس زي مترشتا ناي فورتودو ناي حج موسى كموز عمسلا وينك قتصل خيلي جن انت إذا في شلو زلو انتلنا أب زي بوغن حدا وين حدا جروب ترايز قوم زلو من قصقاسات وين فتناتات يزخيد زلو مالتي زي كعوات انتخوينو ناي حبار كخون الله زي تبقصاتات زي وين كا دراخي وين دقافي حيلي زدلي يومالتي حجوين كموز أمسلو ناي لوتي حيلي وين أبوشتي اللو جن انتايو بتدقز الله عود سرح انت سريحون من تايسو ناي عدل الله خنق أساقس كسرحن كالسل أبزحاشة كناتاتي زلو خفتي وشت زلو ناي لوتي حيلي ولا تي أكال حزبنا فالسوزي انت حيلو تي وشت زلو نفسوين كجهد خيلين من تاي أبو زلو من قصقاس بزي تحاحزان هاي سرعات زلو نفسو خجهد وين نفسو وجهي كإلين يجن كونتاكت خجبر خيلي مستدق زلو حيلي مزرئي دليتن سممعن مزرئي بعلو تبقيسوين مسؤول جاين تخجبر خيلي وين كاز خون عينت مسنون أي مرة خبي فتر خيلي حجي تي أناتنا نتعدل زلو أو وين آخر نتذكر زلنا بدق زلنا سو بصبغ أنت تسريعه سو يزد لنا أنت يبزقوا أنا زي تي أوشت زلو يخون بفلاي بتدق زلو خاء وحسنت زلو لو تيزد زلو الأولى تزعق قبلو حدنا تزعق قبلو تشتو زعق قبلو كموها أب ديمقراطياوي سرعات كستجاجرو زخيل يوزد اللي زلوا مالتي إذا خنقبر انتو خينا تي دقا زلون تي وشت زلون تأساسيرو يوخ قبرو زخيل زبل امنات اللني زبل زلو ودي له استرف الله عمينو لا that's okay تنكندي نساني تزمدنا بخميك في التركة بزيادة بدقنت راح نسرح كيلنا دما أبنا بوشت زلو نعدل كروخ بخولو. أوكي أستاذة أخيار تفضلي. أنا ما عندي أوكي نبدأ دحين في التعليق إذا في آراء ولا أي كومنت
ال3 دقائق بعطيكم فرصة إن شاء الله. تفضل. مساء الخير. مساء النور. أولا أستاذ أمين، تحياتي لكم وتحياتي. مسموعة أنا؟ مسموعة. نعم، تحياتي لك وللأخوة وتحياتي للضيف. أهلا وسهلا. بس شوية بس. عفوا معلش. وتحياتي للسيد الفاضل كراني، وتحياتي لجميع المستمعين والمتداخلين الأخوة كلهم الكرام. وأشكر يعني كثيرا للأستاذ كراني على الشروح الواسعة، وفعلا الندوة كانت يعني مفيدة لنا جدا ومرتبطة بواقعنا تماما يعني. وأحييه وأرغب أيضا الأطروحة اللي طرحها في آخر اللي يعني خلص بها كلام يعني عملية الاسمين. أنا بس عندي بالنسبة لبعض النقاط فيها ممكن يعني زي مسألة الديكتاتور يعني. وطبعا الكلام اللي كان يوجهه كده، الحاجات دي يمكن كانت بشكل آخر إنه كلام موجه للشعب الأريتري ومواقفه النضالية اللي لفظ فيها الاستعمار الأثيوبي، وبالتالي ما كان أفضل لكم ذاك من حسي يعني. بالمختصر ده اللي كان يريد الرسائل اللي عايز يودي يعني يوجهها لشعبنا، وهو في رأس القيادة مطلع نفسه برا يعني. برضو في ابن خلدون الكلام اللي قاله ابن خلدون فعلا يعني الطبقات المقهورة دائما نتيجة المستبدين بتأخذ طباع ممكن يتغير يعني سلوكياته، ولذلك الكلام هنا حلول أو تحذير ابن خلدون حتى تكون هناك الناس ما تستمر في الخنوع حتى لا تفسد الدنيا يعني إنه، وبالتالي الناس يعني تقاوم وتحرض الجماهير بحيث تفتح آفاق جديدة وتكسب صغتها بنفسها وتفرض على الواقع حلول على المستبدين يعني، وبكده تفلت من عملية الخنوع وعملية الدونية والفساد اللي يأتي نتيجة هذه الأفعال الشريرة من المستبدين يعني. فده برضو كلام يعني نفس الشيء موجود عندنا. الخنوع دي ما نعالجه إلا بالتحريض وبالأفعال أو بالسلوكيات الفاعلة اللي تحرض الناس وتنشط الناس تقاوم، وبالتالي بترى نتائج، وهذه النتائج بتكسب الناس الثقة والتقدم أكثر يعني. وبكده ممكن أن احنا يعني ننتشل جماهيرنا من الواقع المأساوي اللي ممكن يفرض عليها عملية الخنوع يعني. العوامل يمكن ذكرت برضو على عملية يمكن كان ذكر المناضل التخنة ملاكين برضو يعني كانت نقطة مهمة جدا في إنه السياسات بتاعة النظام في تحريف المفاهيم الوطنية داخل الجماهير الأريترية، وده كان واضح في الأحداث الأخيرة يعني. ويمكن أيضا حتى في فترة الكفاح المسلح كان مفاهيم يعني مفهومين، مفهوم مستتر محرض يعمل لمستقبل وفي النهاية ظهر، ومفهوم وطني الناس كانت بشكل عام تؤمن وتنادل بهذا الاتجاه، وكانت بتتمنى أو كان في قضايا ورؤية إنه أريتريا لما تتحرر حتكون لهذا الشعب المضحي يعني، ويكون نظام عادل ينصف هذا الشعب وأن يكون مستقر يعني،
يرتاح نتيجة تضحيات شعبه. فالرؤية كانت موجودة، ولكن كان مفهوم مغاير لهذه الرؤية، كان مستتر هو اللي في النهاية بخططه بأجندته يعني. فبرضو دي مسألة مهمة يعني، مش بس يعني الناس ما كان عندها رؤية أو كمان كانت تضحي على الهواء ساكت يعني. تمام كويس يعني. النقطة الأخيرة يعني أنا ممكن بأيد حكاية الحل الأخير بتاع الحكومة الدلية يعني، ودي يمكن فعلا بتفتح آفاق عملية، وأيضا بتخلق يعني زي ما قالوا قيادات، وبرضو يعني بتكون في يعني أمور كثيرة يمكن تكون تخفف يعني. النقطة الثانية اللي عايزة أعلق فيها برضو مسألة الداخل والخارج يعني. الداخل يعني مفروض في شعبنا وكأنه شعب أسير يعني، أو يعني شعب أسر حرب يعني، أسر حرب. السياسي يتعامل مع شعبنا وكأنه أسر حرب، كل واحد محصور في مكان ما يسكن يعني، محروم عليه إنه ينتقل من منطقة أو من مدينة لمدينة إلا بعملية بتاعت إذن. وهذه الأشياء يعني جدا الناس ما قادرة تلتقي وتتواصل، حتى التواصل الأسري يعني في المناسبات أو كده. يعني كويس نعم يعني. فبس اللي عايزة أقوله شنو، زي ما قال الأستاذ إنه الهم إنه الناس تربط الجهتين، ولكن ده لا يمنع إنه في الخارج هم الذين يمثلون الشعب الأريتري يعني، لما يمثلون، عندما أنت تناضل وتضحي لهذه الأهداف فأنت جزء من هذا الشعب يعني. وإذا إمكانيته ما سمحت له مش معناها أنت حتكنسله، وبالتالي برضو بعض الأمور إذا ما بقى العمل من الداخل يجب العمل الخارجي حيكون مبتور، برضو المفهوم يجب أن يكون متوازن يعني حتى لا يكون. فأعتقد يعني المسألة يعني أنا أشكر الدكتور ولا الأستاذ كراني عبد الرازق كراني على هذه الأطروحات يعني، ويمكن ده اللي كان عندي أعقب فيه، وشكرا. شكرا لك. أستاذ عبد الرحمن طه. أستاذ عبد الرحمن طه. ايوه كنت احاول افتح المايك. تفضل. طيب تغيير دحري مسجانا زي هنا يلومي زعبة مستي كون النت ناتناوين استأساسر بمخانو بتاع مخمسجن فتوت بالمالتي أبزي أمترش تاوين كم حسابين كم ريتو الزغربة لسا معلو قداي مخانوين كسمرلو بدلي ما أتبل مال قال تعزب تتعلمني حدا بزعبة تي قال متأيق ماي رئيس ملاخي سياسة فرغ حجي بزعبه خن زارب كلنا تمال اختس نتصوري نيرو يعتبل ناب حزبي زعلمه مال اختي نيرو السقاء كم ولا حنتي نعو زي ملكوتوين تحتاتي كم زي كونا غيرو كم زي ايبلناكم ندو تي ابجيزه مجزعت الزنبره حيش زبل عينت تلقوا ينيرو مالتي في اللاي مجزعتي ناي إثيوبيا مالتي زي بنطور كنا قمة الله ناتبل مالتي أفتينا ابن خلدون كمتسين كله تي بزعباتهم وتصعات كزاربن كله وتصعاتن كزاربن كله تي وتصاعي كل جزء تي وتصعو قصيليو نزيدو كبولو زخيل جنكا دحرايكا تي نبور هيوت قصيل انت خوينو كابزي صلمات زخ وص انت خوينو امبيتا ايو حدا مواصي كالئ مواصي يبلون مالتي توم
ውፅዓት ኩሉ ግዜ ነዚ ወፃዚ ቅቡል ገይሮም እንተወሲዶሞ እዚ ኣብ ዝዓበየ ፀገም እዩ ዝብፅእ እቲ يفسد الدنيا قالت يعني بزح نتي دنياوين كبالاشو ማለት እቲ ባህርያት ናይቲ ላይፍ ብምሉኡ ወይን ህይወት ብምሉኡ ክበላሾ ዝኽእል ማለት እዩ እጂ እንታይ እቲ ቀንዲ እቲ እምቢታ ክለዓል ኣለዎ እዚ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ እቲ ወፅዓ ቅቡል ኮይኑ ክኸይድ ይብሉን ማለት እዩ እዚ እንታይ ዝድልዮ ግን ኩሉ ግዜ ጎስጓስ ክድልዮ እዩ ብዙሕ ስራሕ ክድልዮ እዩ ምስኡ ከዓ ኣብቲ ስነ ምግባር ኣብነታዊ ዝኾነ ብፍላይ ካብቲ መሪሕነታት ነታዊ ዝኾነ ስነ ምግባር اسمع يا فندم مسموع واصل معلش جات ممكن فابنتاو زخونه سለ ምግባር ክንብዕልና እያ ትብል ማለት እዩ እቲ እምነት ናይቲ ህዝብና ምታን ክንከስቦ ኣብዚ መጨረሻ ሰለስተ ረቋሒታት ዊን ጠቂስካ ነርካ እሱ ዊን ኣብኡ ብኡስታዝ መለኪን ዝተወሰኸ ነይሩ ዝብል ማለት እዩ እቲ ተረድኦታት ኣብ ጉጉይ ኣንፈት ናይ موساد بزوح تعاريت فرعات كايد فدي التخوناتات يكون تي تخصص زخصت زلو نجارات نايتو ترجم نبكال عند تمززة بزوح قدايات كبرالو جين السطرة يكونن يعتبر تي أبصوران كلوين كلته ترددات ينيرو إن كلته رأي يزغيد نيرو زبل حدا حبوب زخانة أجندة حيزو خيدن كله تي كلا أيكا هجراوي ترددان أجندان حيزو وعز نيرو تي أبزحة أفتي تحتي هجراوي ترددان رأيان على سنيهوجن تي وشتي تي حبوب نبلة ناتو سلوان يروس قاعد جوين ناتو وتسيت يوزي تجمعات تبل مالتي انت قال تبلتي تمنايم ترشتا مستي ناي زي شادو غفرمنت زبل انا مسؤول سامعي كم فتح قرب اللو نمتاي ابو وشت زلو يكون ابدق زلو كله أساسيرو كسرح خيلي وبزيادة خا مريحناتاتن تي دويلنا اللي زلنا مدرخ وين كأساقصون قدميت بقصون خيلي وكعوتنا خيلي زبل إمنات على من ترشتاتي تردونا بزعباناي وشتنا بدقن زلو ده تصير زبالة أبزي جوجي تردو خين حز تي أبوشت زلو كم تنو زلنا تماريخو يزلو جوي تتحيز زلو توصع زلو ግን ናጽነት አለው ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ዝኾነ ሓላፍነት ብዛዕባ ሃገሩ ክስከም ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ውሽጢ ዘሎ ስለዘየለ ወይ በኺሩ ስለዘሎ እቲ ደገ ዘሎ ንህዝቢ ኣይውክልን እዩ ዝብል ተረድኦ ከይንሕዝ እዚ ነገር እዚ ናይ ሓባር መረዳእታ ዘድልየና ኮይኑ ስምዓነ ትብል شكرا شكرا استاذ عبد الرحمن. استاذ محمد نور اذا في تعليق على المداخله دي؟ لا انا ما عندي تعليق قاعد استفيد الان خليني اتعلم. جزاك الله خير. طيب الفرصه مفتوحه اذا في مشاركه تعقيب ولا سؤال. اذا ما في مداخله ممكن نختم استاذ كراني. استاذ كراني؟ نعم. تقريبا انا ما في مداخله فاذا بالامكان ممكن تختم كلمه اخيره قبل الختام. انا حقيقه اول احيي الاخوه ويعني اخوه منادلين كبار موجودين ولا زالوا حتى الان يعني نضالهم مستمر ولم يستسلموا حتى
يعني يتحقق الحلم الإريتري الكبير يعني. وهذا المفروض يكون في تواصل بين الأجيال. يعني الانقطاع اللي موجود الآن بيننا، يعني بين الجيل الشبابي والجيل اللي نادل ودحى، هذه الفجوة لابد أن نردمها يعني بشكل عملي. يعني الجيل القديم حقيقة قاعد يحلم وأن يحقق حلمه وأن يعود إلى وطنه، والجيل الجديد أيضا عاوز يحقق دولة يعني يحقق فيها أحلامه المستقبلية يعني. ولهذا نحن بحاجة عشان يعني تفكيرنا كله ينصب يعني كيف نعزز الوحدة الوطنية، كيف نؤمن السيادة الوطنية، كيف نصل إلى دولة المواطنة ونستفيد من عبر الآخر، ما نكرر أخطاء الآخرين يعني. بالذات المرحلة الانتقالية هذه نركز عليها بشكل عميق ونجهز لها كل إمكاناتنا وكل خبراتنا وكل مقدراتنا عشان ما نتوه 10 سنوات أخرى يعني بعد ما يعني نتخلص من هذا النظام. ويعني إشكاليات اللي تواجهنا في الجوار أيضا يعني معلومة وكبيرة موجودة يعني. والتلاعب على النفسيات الجماهير اللي ذكرته يمكن يورطنا في ورطة نحن لم نحسب لها أي حساب ولم نستعد لها أيضا عشان نتجاوزها بشكل عملي ومتماسكين يعني. هذا كله حقيقة الجيل القديم يتحمل مسؤوليته حتى يكمل المشوار، والجيل الجديد أيضا لابد أن يتحمل مسؤوليته وأن يستخدم الراية حتى نحقق هذا الشعب، لأنه إريتريا ما أصبحت الآن طرف. وأنا أكرر هذا الكلام يعني معاناة موجودة في كل مكان. الناس الموجودين الآن في القاهرة، الشباب، الأسر، أنا تقريبا في الصيف الماضي كنت في القاهرة، ما في مطعم تدخله ولا تجد فيه شاب إريتري، أفساونيري مش عارف كنت في مكان الفلاني من السودان جيت، وأسر أحيانا تجد يعني أوداع صعبة الناس تجمع عليها أموال عشان تعيش يعني 50,000 60,000 موجودين، بل يعني حتى يعني يرجعوا من هناك يعني. نحن حتى اندونيسيا ما خلينا وصلنا اليها يعني. هذا الشتات اللي موجود حقيقه يكفينا نتحمل مسؤوليتنا. وهذا الجيل الموجود يعني بالذات في قياده المعارضه يعني لسنا الان في مرحله نتنازع فيها السلطه. يعني مهمتنا في هذه المرحله كيف ننقذ هذا الشعب، كيف ننقذ هذا الوطن، كيف نحقق الحلم الإريتري، كيف نلم شمل الأسرة الإريترية الآن المشتتة. الابن تجده يعني توفى في أستراليا والأب موجود في السودان ما عنده تواصل. مأساة حقيقة موجودة ودقة نفس كبير موجود. عشان نتجاوز هذه المعاناة كلنا لابد أن نشتغل بشكل عملي يعني. قضيتنا مش فقط سياسة يعني، قضيتنا يعني اجتماعية يعني سياسية اقتصادية يعني. مجتمع قاعد يعيش في الشتات يعني. كل إمكاناتنا علماء نفس، علماء اجتماع، علماء سياسة، علماء اقتصاد، كل واحد بطريقته المفروض يوجد لنا حل بحيث إريتريا دي يعني فعلا نجعلها سويسرا القرن الأفريقي يعني زي ما كنا نحلم بها. وأنا أعتقد يعني عندنا هذه الإمكانيات وعندنا هذه الكفاءة وهذه كل التضحيات لا يمكن أن تمشي صدى يعني. لا يمكن أن نعود بإريتريا إلى 50 سنة يعني وخيارنا يكون الوحدة مع إثيوبيا أو تجرينيا أو غيرها، أو أن نركع تحت دكتاتور إسياس أو اللي حيرث يعني. مستحيل أن يكون ندال الشعب الإريتري كله وهذه كل الدماء أن يكون خياراتنا محصورة بهذا الاسم. خيارنا هو وطني هو، وبالتالي نشتغل له، والمفروض نسرع بخطأ وخطأ عملية وليس تنظير يعني. وأعتقد كفانا الشتات وكفانا تمزق. وشكرا لك أخ صلاح، وأشكر كل الأخوة والأخوات على المداخلة، وأرجو أن أكون ساهمت بالبسيط والقليل اللي عندي يعني. شكرا لك. أستاذ كراني يمكن يترجم الكلمة الأخيرة دي؟ أنا ما أستطيع ترجمة بالتقريبا هذا كله. أستاذ عبد الرحمن طه كان طلع إذا كان اي والله اسف، انا النت كان مرقني الا غيرت صحيح شفتك أنا مع استاذ امين لو متابع معلش بالتقرينيا هي قرماي لو متابع برضه. استاذ قرماي برضه موجود. قرماي لو كان متابع. أنا كنت بعيد والله، استأذنت من أبو ناصر وتوي راجع ما استمعت. هي شكر ووصايا في النهاية ممكن إذا بطريقة يلا خير إن شاء الله. المهم الفرصة لها أمينو عشان نختم. شكرا جزيلا أستاذ محمد نور كراني. يعني طبعا الموضوع كان مهم جدا وانت يعني ما قصرت يعني. استفدنا كثير من العنوان وحتى طرحك والباوربوينت اللي قدمته، كل شيء كان ممتاز. وأتمنى أن الجميع استفاد من هذه الموضوع حق الليلة. فيغني لنا كبور بتسايت على ساي محمد نور كراني لو مشت حزكاز غربكاتي باوربوينت يكون تحستون ايتي
سمينار بتعمي صبغن محارن أجدا سمينيرو نحنا كلاتنا بشم من محضر زتن حبراو نقحات لباو مسقانا نقرب لك thank you very much اسكي هايلة تقلي I think I don't know. ونشكر برضو أستاذنا عبد الرحمن طه للتعاون الجميل جدا في الترجمة، ونتمنى إن شاء الله مستقبلا يعني يا أستاذ عبد يتعاون الرحمن معنا كذلك. جهدي مغل شكرا لا. لكم جميعا. شكرا. مشاركة قيمة جدا والله، تسلم. نقفل اللايف ولا تسجيل؟ إيه. شكرا لكم على الإدارة حقيقة، شكرا لكم.